يا صديقتي، في لحظات الضعف وفي اللحظات اللي بنحس فيها إن الدنيا تقيلة، بيجي صوت صغير جوه قلوبنا يذكرنا إن ربنا أرحم بينا من كل اللي في الأرض. عارفة لما المظلوم يقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ دي مش مجرد كلمة، دي لحظة تحويل كامل للهم، من كتف ضعيف لكتف رب قوي. لحظة نقل القضية من الأرض للسماء، للعدل اللي عمره ما بيغلط ولا بينسى. تعالي نفتح سوا مجموعة حقايق يمكن تغير يومك، يمكن تغير حياتك كلها. في الحقيقة، بعض الناس يؤمنوا بالعين، لكن أعظم من الإيمان بالعين إنك تؤمني إن ربنا هو خير الحافظين. أوقات الخوف وأوقات التعب، الحفظ الحقيقي مش من البشر، الحفظ من رب العالمين. وفي حقيقة تانية هزت قلبي، الأبكم بيتمنى هرتل كتاب الله، والأصم بيتمنى يسمعه، والأعمى بيتمنى يشوفه. أما إحنا أهلكتنا هواتفنا، لهسنا ورا أصوات وصور، ونسينا كلام ربنا اللي كان ممكن يغير قلوبنا من أعمق نقطة فيها. وعارفة لو الميت رجع للحياة مش هيقول كنت نفسي أصلي أكتر أو أصوم أكتر. أول كلمة هيقولها يا رب خليني أتصدق، لأنه رأى أثر الصدقة وعرف إن الظل الحقيقي يوم القيامة هو ظل صدقة عملها في يوم يمكن كان شايفه يوم عادي. تعالي نكمل. من أقصى أنواع الظلم الاجتماعي إن الأهل يدوروا على زوجة صالحة لابن سيء، وكأن البنت الطيبة اتخلقت عشان تصلح حد مش راضي يصلح نفسه. وفي مجتمع اتربى على العيب قبل الحرام هتشوفي راجل ما بيصليش لكنه يطالب زوجته بالحجاب. موازين مقلوبة، قلوب محتاجة تتعدل قبل ما تتعدل الملابس. والجاهل مش اللي ما يعرفش يقرأ، الجاهل اللي ما يعرفش اتجاه القبلة. وتذكري دايما، 3 ما بيرجعوش: كلمة خرجت، زمن فات، وثقة ضاعت. والحياة سوق، بتختاري وتاخدي اللي نفسك فيه، لكن حسابها جاي مهما اتأخر ومهما نسينا. وفي النهاية بر الوالدين حكاية انت اللي بتكتبيها، وولادك هم اللي هيحكوها عنك. خدي من الكلمات دي نور، يمكن ينور يومك، يمكن يفتح باب جديد في قلبك. وكل لما تتلخبطي تذكري الله معك، والله أحن عليكي من كل اللي حواليكي.